عايز تعاقب نفسك او عندك حد في مشاكل معاه عايز تخليه يكره حياته؟ انت عايز ايه حضرتك؟ خليه يتفرج على فيلم من الافلام اللي احنا هنقولها النهارده دي. انت بتتكلم جد؟ وحلقه النهارده هتكون استكمالا لسلسله عملناها هنا على القناه فيها اسوأ وابشع واقبح افلام في تاريخ السينما المصريه. حلقه النهارده اللي فيها 10 كوارث سينمائيه ما كانش المفروض تطلع للنور اساسا. لو قلبك ميت ومش بتشمئز كمل الحلقة دي للآخر، صعب قوي تشمئز. وأول فيلم معانا النهاردة هو فيلم عليش دخل الجيش، فيلم من بطولة يونس شلبي. مش مهم، ارحم ال1000 جنيه من ال20,000 جنيه ولا ايه يا جزومي؟ وانا مالي؟ ايوه انا ما ايوه الشهوة كوالي، ايوه مسفوك انت. وتقريبا مفيش قصة اصلا في الفيلم عشان اقول لكم عليها غير ان الفيلم بيحكي عن عليش واللي بيقوم بدوره يونس شلبي. عليش اللي بيحاول ان هو يتصدى لعباس، اللي بيحاول ان هو يسرق فلوس مراته حميدة وام عليش، وعشان كده هذا الشرير عباس بيبلغ التجنيد عشان يجوا ياخدوا عليش ويشيلوه من سكته. وبس كده، دي القصة اللي اتنفذت بشكل سيء جدا برضه. وتاني فيلم معانا النهاردة هو فيلم عيال حريفة. الفيلم انا بشوفه اسوأ فيلم مش مصري بس، ده في العالم كله. بجد فيلم سخيف قوي، وطبعا مفيش لا قصة ولا تمثيل ولا إخراج. ولكن أنا مش هقول إن فيلم عيال حريفة غير موفق لبيومي فؤاد وصناع الفيلم، أنا هقول إن صناع الفيلم أصلا كانوا بيصوروه هم نايمين تقريبا. وكل ده كوم بقى، وشخصية بيومي فؤاد اللي كان بيعملها في الفيلم ده كوم تاني. بجد لو عايز تجلد نفسك اتفرج على فيلم عيال حريفة النهاردة. قصدك يعني عشان أجنبية؟ طب وإيه يعني يالا؟ ما أنا كمان شكلي أجنبي. واعتقد ان لو سألنا بيومي فؤاد عن الفيلم ده هيقول برضو ان الفيلم ده فيلم وحش ومش هيعجبه خالص، لان بيومي فؤاد بالرغم من ان هو شارك في افلام زي عيال حريفة وغيره هو برضو ليه اختيارات مميزة جدا. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم المشاغبون في نويبع. كريمة، هي اختك هتكون هناك؟ طبعا. باي باي. سلمي لي على وفاء. خروج. سلمي لي على امل. سلمي لي عليكي. الفيلم من بطولة سعيد صالح اللي بيعتبر واحد من أهم الممثلين اللي جم في مصر. ولكن المشاغبون في نويبع ونوعية الأفلام المقاولات اللي قدمها الأستاذ سعيد صالح برضو قللت كتير جدا من موهبته. قصة الفيلم اللي بتحكي عن 3 شباب و3 بنات. ال3 بنات هما كانوا فين؟ ال3 بنات كانوا شغالين في نويبع، فبيقولوا لل3 شباب ما تيجوا تشتغلوا معانا في نويبع، فبيروحوا ال3 شباب يشتغلوا معاهم في نويبع. وبس كده يا معلم، بيحصل بقى مفارقات ومواقف هناك واكشن وحركات من دي، والحمد لله على كده. والفيلم اللي بعده معانا هو فيلم مهمة في تل أبيب، الفيلم اللي بيحكي عن الجاسوسة أمال واللي فجأة وبدون أي مقدمات بتحن وبتكون عايزة تتوب وترجع لبلدها تاني مصر. نادية الجندي في مواضيع كتير مهمة ناقشتها في أعمالها، مفيش كلام على ده، بس حقيقي الفيلم ده فيه بعض المشاهد الأوفر اللي نادية الجندي زودتها فيها شوية، وخصوصا مشاهد التعذيب. مفيش داعي للإنكار، احنا عارفين كل حاجة، كل حاجة. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم ولاد البلد، فيلم من انتاج سنة 2010، والفيلم ده من بطولة سعد الصغير ومحمد لطفي. فيلم من كتر العبث اللي فيه انت ممكن تضحك، بس هتضحك عليه مش منه. وهنا في فرق، والفرق هنا هي ان الحاجات اللي بتحصل في الفيلم ده ما هي الا حاجات بتخليك تتحرج وانت بتتفرج، بتتحرج من اللي الممثلين بيعملوه. الفيلم مفهوش لا قصة ولا مضمون، وبس الفيلم بيحكي عن الولا حاجة، شباب في منطقة شعبية نفسهم ان هم يسافروا بره وبس كده. وبستغرب ان الاستاذ محمد لطفي كان بيشارك في فيلم زي ده وهو كان لسه مشارك في فيلم بدل فائد، يعني فيلم مهم جدا وكان عامل فيه دور رائع، هو ممثل عبقري عموما. والفيلم السادس معانا هو فيلم اشرف حرامي. هو اسمه اشرف الشخصية بس لما تيجي تحلل الاسم كده هتلاقيه اشرف حرامي، يعني شرف، يعني حرامي شريف، فاهم قصدي؟ الفيلم اللي بيدور في اطار من العبث، والفيلم بيحكي عن حرامي بيحب واحدة ست شغالة في البوليس ضابط، والأجل الست دي بقى بيحاول ان هو يغير نفسه وبيتسجن بقى وبيخرج من السجن عبس 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 يعني. في خطاف اتحط هنا واتدلدل منه حبل لغايه ما وصل لغايه مستوى الشقه تحت، فبقى سهل جدا على افراد العصابه انها تطلع على الحبل وتنزل من على الحبل. واضح انه بيتعلم بسرعه. بس قول لي انت ازاي قدرت توصل للاستنتاج ده بغض النظر عن التعلم يعني؟
لاني حرامي. نعم. لاني بحط نفسي مكان الحرامي. الفيلم من بطولة تامر عبد المنعم وريكو. ريكو وتامر عبد المنعم كان تمثيلهم سيء جدا في الفيلم ده، وبرضو الفيلم اتنسى من ذاكرة السينما عموما الحمد لله. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم لهيب الانتقام. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. الفيلم اللي من بطولة الأستاذ الكبير نور الشريف. طبعا الناس اللي متابعة القناة هنا عارفين أنا بحب قد إيه الأستاذ نور الشريف، لكن لهيب الانتقام بقى مشكلته إن هو فيلم تجاري قوي، بمعنى إن هو فنيا سيء جدا، وتمثيل الشحات مبروك كان ضعيف قوي. وأعتقد إن الفيلم ده هو من أقل أفلام نور الشريف عموما، يعني هو وفيلم ألو أنا القطة. سعادتك انا فوت في الحديد، بس الاول الحكومه كانت بتحمينا، دلوقتي ما تاخذنيش، سعادتك بره الخدمه والمساله ممكن توصل لاعدام. انت بتحب دنيا؟ بموت فيها. الفيلم اللي بيحكي باختصار شديد جدا عن ضابط شرطة بتتلفق له قضية مخدرات، فبيسيب الشرطة بيستغلوا تاجر مخدرات لمهمة خطيرة جدا، وهم قتل 3 من تجار المخدرات القبضايات. والراجل بقى تاجر المخدرات ده بيقول له ان ال3 دول هم اللي قتلوا بنت، عشان يحمسوا ويدب فيه الروح القتالية اللي تخليه يروح يفترسهم هم ال3. والفيلم اللي بعده هو فيلم حياتي مبهدلة. السبب الحقيقي ان الفيلم ده سيء هو ان محمد سعد بيعيد شخصية تتح تاني. الفيلم كان ضعيف جدا فنيا وتجاريا، لان الفيلم ما حققش ايرادات لما اتعرض، بجانب ان الفيلم مش كويس اساسا. ولكن بعد فتره محمد سعد قدم فيلم انا بشوف فكرته كويسه جدا ولكن تنفيذه كان بسيط، وهو فيلم محمد حسين. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم سنه اولى خطف. الرخص الوحشه اللي هي الرخص المنتهيه، وفي رخص بقى اللي هي يعني منتهيه بقى لها كتير قوي، دي اسمها نوتي رخص. نوتي. انا متاكد ان الفيلم ده ممكن ما يكونش عدى عليك قبل كده الا لو انت متابع جيد للسينما المصريه واخبارها وكده يعني، لكن الفيلم اتعمل فعلا في سنه 2023. والفيلم كان من بطوله بيومي فؤاد واحمد فتحي. وانا كنت فاضي في يوم من الايام كده، فقلت يا واد يا يوسف فيها ايه يعني لما تتفرج على الفيلم ده وتشوفه كده، بما انك بتشوف كل الافلام يعني ما جاتش عليه. والفيلم طلع من اسوأ الافلام اللي اتعملت في مصر من ساعه ما الاخوان لومير جم عرضوا اول فيلم ليهم هنا. الفيلم اللي بيحكي عن عصابه بتخطف اطفال صغيره بس كده، لا في اي حبكه ولا قصه ولا اي حاجه. والفيلم الاخير معانا النهارده هو فيلم الكاشي ماشي، فيلم من بطوله نرمين الفقي. نرمين الفقي شاركت في مسلسلات ممتازه زي الليل واخره وللثروه حسابات اخرى والاصدقاء، لكن برضو قدمت فيلم زي الفيلم ده، واللي بيحكي عن شخص بيخترع جهاز بيحول ميه البحر لنفط. بيسجل اختراعه، ولكن كان في بنتين اسمهم سالي وجيهان قطرينو عايزين ياخدوا الاختراع ده ويستفيدوا بيه هم وينسبوه لنفسهم. جاحدين قوي بصراحه يعني. هيقتلوا هذا المخترع الجميل اللي كان طالع اسمه المعلم زكي، وهو كان معلم فعلا. ما تسالنيش معلم ازاي ومخترع. وبس كده بتنتهي احداث الفيلم. ما استفدناش حاجه بصراحه. وده كان جزء جديد من ابشع الافلام اللي اتعملت في تاريخ السينما المصريه. وانا عارف ان في ناس عندها اراء مغايره ممكن للي انا بقوله ده، فخلينا نتناقش في الكومنتات. اللي شايف فيلم حلو من الافلام اللي انا قلتها دي سواء في حلقه النهارده او في الحلقات اللي قبل كده يكتب تحت. وكمان اكتبوا لنا ايه اسوأ فيلم في التاريخ انت شفته لحد دلوقتي. كده تكون انتهت حلقه النهارده، واشوفكم على خير في الحلقه الجايه، وسلام.